السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ مساء الخير على عيونكم. هنعمل مع بعض النهاردة كبسة الفراخ بالرز المصري بطريقة بسيطة جدا وسهلة وغير مكلفة. اول حاجة هنجيب الحلة بتاعتنا وننزل بكمية من الزبدة، حوالي 5 معالق. هنبدأ بس نفك الزبدة بتاعتنا لو هي كانت متجمدة. بعد كده هننزل بالفراخ بتاعتنا وهنشوحها شوية في الزبدة بتاعتنا. هنبدأ بس ندي صدمة للفراخ، لان احنا طبعا هي نية فبنشوحها الاول في الزبدة، بنقلبها من وقت للتاني. بعد كده هننزل معانا بحبهان ومستكة وكمان ورق لورا، بتدي الحاجات دي نكهة جميلة جدا مع اللحوم وهي بتتشوح. هنقلب بقى الفراخ في الزبدة كده مع الحبهان والمستكة، بيدوا ريحة جميلة ونكهة جميلة جدا. معانا كمان حباية بصل متقطعة. بعد ما شوحنا الفراخ شوية هننزل بحباية بصل متقطعة تقطيع صغير، ما هياش مبشورة. معانا كمان معلقة صغيرة او نص معلقة كبيرة من الثوم المفروم. هنبدأ بس نشوح البصل والثوم كده ياخد ريحة ونكهة جميلة مع الفراخ. هننزل بمعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر. معانا كمان معلقة بهارات، معلقة كمون على كزبرة. هنستمر برضو في التقليب في الفراخ بتاعتنا بالتوابل والبصل والثوم مع الزبدة. هنشوحهم شوية كده لحد ما نتأكد ان الفراخ بتاعتنا معاش فيها نسبة دم خالص. بعد كده هننزل بعصير الطماطم، حوالي كوباية صغيرة من بتاعة الشاي كده. معانا معلقة صغيرة من الملح، وممكن نستبدل عصير الطماطم بحبتين طماطم مبشورين عادي، الاتنين بيدوا نفس النتيجة. هنسيب بقى الفراخ بتاعتنا تتسبك شوية بالطماطم. هننزل بقى بالليمون المجفف وعود قرفة خشب وهي لسه بتتسبك كده مع الطماطم والتوابل بتاعتنا. وممكن نشوحهم من البداية مع الفراخ والزبدة من اول ما نحط الفراخ في الزبدة. بعد كده هنحط نص معلقة صغيرة من القرفة الناعمة لو احنا ما عندناش بهارات كبسة. هنتأكد بقى، يعني اختبر الفراخ كده خدت معايا حوالي 10 دقايق بالكتير وهي بتشمع كده مع الطماطم. هنبدأ بقى ننزل بالمية المغلية علشان نسوي الفراخ بتاعتنا تسوية كاملة. هنسيب بقى الفراخ بتاعتنا تغلي كده وتاخد وتدي في الشوربة. بعد كده هنهدي عليها النار ونسيبها تستوي تسوية كاملة. هي كده بقى استوت. هبدأ ان انا انشي الفراخ بتاعتنا واخد الشوربة بتاعتي اصفيها علشان تبقى الشوربة بتاعتي صافية ما فيهاش نسبة بصل او اي بهارات او اي حاجات من اللي هي فيها دي، حبهان او ورق او اي حاجة إن كانت، تبقى الشوربة بتاعتي صافية. في الوقت ده طبعا بكون غسلت الرز بتاعي وجهزته علشان هسويه بالشوربة. هجيب بقى في نفس الحلة اللي احنا كنا مطيبين فيها الفراخ، هنجيب كمية الرز اللي احنا هنعملها. انا معايا حوالي كيلو الا ربع من الرز. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من الكركم، بتدي اللون الاصفر للرز بتاعنا. وزي ما قلت لكم احنا هنعمل كبسة بتاعتنا النهاردة اقتصادية، يعني مش هنستخدم فيها رز بسمتي بيبقى سعره غالي شوية، هو طبيعي اصلا الرز المصري غالي، فاحنا مش عايزين نزود الكلفة بتاعتنا. فانا عملت الكبسة بتاعت الفراخ بالرز المصري العادي. لو حابين نزود بقى نسبة الكركم عشان نزود اللون شوية، دي حاجة اختيارية. قلبنا الكركم كويس على الرز، اتأكدنا ان كل حب الرز اتغلف بالكركم. هنبدأ بقى نجيب الشوربة بتاعتنا بعد ما صفيناها كويس من اي حاجة موجودة فيها. طبعا هي فيها بصل وطماطم، ما فيهاش حاجة مش كويسة يعني.
بس انا حبيت ان انا اسوي الرز ما فيهوش اي بصل وطماطم. هننزل بقى بكمية الملح حسب كمية الرز اللي احنا عملناها. بعد ما حطينا بقى الشوربة والملح على الرز بتاعنا، هنبدأ بقى نحط الفراخ على وش الرز من فوق، ونسيب الرز بتاعنا يستوي براحته. اول ما يبدأ يغلي ويبدأ يتشرب، هنهدي عليه النار خالص ونسيبه يكمل تسوية براحته. بس انا هنا حسيت ان الفراخ بتاعتي اللون بتاعها ابيض، فدخلتها الفرن خدت لون مش اكتر. طبعا بنقدمها بألف هنا وشفا. اتمنى الفكرة تعجبكم، واتمنى اكون افدتكم، وبإذن الله نتقابل في وصفة جديدة، والسلام عليكم.